إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بك غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منكرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسكون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نخرجهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون إلى ربهم يحسنون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منكرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سوء فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أقوالهم لينذر من كان حيا ويحق القول الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دونها ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند منصرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضربنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك رسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك رسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ببركة وكرمته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya Maulid Nabi Al-Barzanji atau kita nanti mari bersama-sama diikuti bacaan sholawat dikumandangkan Fa insyaallah baginda Rasul Muhammad
Muhammad SAW hadir di tengah-tengah kita. Jika kita tidak tahu, kita yakin insya Allah kita akan dapat barokah dan syafaat dari Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan dengan bersyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar nanti kita semua yang hadir di majelis ini semoga mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang telah kita dengar bersama bahwa permintaan daripada Sohibul Hajah atau Kiai kita Bapak Kiai Masruri, ceramahnya singkat, biasa namanya Kiai Nandu. Kalau Kiai lokal kayak gini, coba kalau Kiainya interlokal, ya, kalau bisa 1 jam Pak Kiai. Kita anak Kiai lokal itu hari-hari dengar dan hari-hari ketemu sama orangnya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nanti walaupun singkat bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita mengajarkan khaul. Mengadakan apa Bu? Khaul. Saya khawatir jangan-jangan kita yang hari ini mengkholi Kiai Haji Anwar Sirot, bisa jadi kita besok tidak dikholi orang. Bisa jadi nggak Bu? Saya perhatikan di Batam ini kok jarang hilang khol. Kalau ada orang meninggal itu paling 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Habis itu jarang sekali yang setahun atau tiap tahun dikholi. Ini khol almarhum bapak saya, khol almarhum guru-guru saya. Kuliah sering ngekholi gurunya? Pakai aja. Kata beliau, nggak pernah Pak Yai karena saya belum kiai ya. Karena saya belum punya. Biasanya itu yang ngekholi kiai adalah kiainya. Kita khawatir hari ini kita ngekholi kiai kita, bisa jadi besok kita tidak dikholi anak cucu kita. Apalagi sekarang ini tradisi ataupun budaya terutama di Batam itu sudah banyak di antara saudara-saudara kita itu yang mengklaim atau mengatakan bahwa khol itu budaya budaya orang Hindu. Pernah dengar nggak Bu? Pernah dengar nggak? Nah, kalau di YouTube itu biasanya ada rame budayanya orang Hindu gitu. Kata orang yang tidak tahu. Padahal sebetulnya orang Hindu itu ikut kita, ikut NU sebetulnya. Kalau kita tahu sejarahnya, bukan kita orang NU ngikutin orang Hindu, bukan, tapi terbalik. Tapi diklaim milik mereka ya sudahlah. Tapi yang mengklaim ini justru kok dari kita ini ikut-ikutan bahwa ngapain khol segala. Khol itu kan budayanya orang Hindu, bahkan orang meninggal ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari, ada 100 hari, itu juga budaya orang Hindu kata mereka. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Nah maka di sini Kiai Masruri ini memberikan percontohan kepada Bapak Ibu untuk rasa takdimnya dan rasa ikramnya terhadap kiainya yang sudah almarhum sekian berapa tahun? Berapa kali kholinya? 19 ya, 19 tahun yang lalu itu dikholi agar budaya seperti ini ataupun ibadah seperti ini itu bisa berkesinambungan kepada kita.
Ya sekarang introspeksi diri kita masing-masing yang di sini. Nah, mungkin hanya beberapa orang yang sering mengkholi kiainya ataupun gurunya, atau bahkan mungkin tidak pernah sama sekali. Ada nggak kira-kira ibu-ibu yang setiap tahun mengkholi kiainya atau gurunya waktu sekolah dulu? Ada nggak? Ada. Nggak ada kan? Boro-boro gurunya apa, bapaknya saja kadang nggak dikholi. Yang paling setahun sekali kalau doaan Arwah. itu kok doaan mas masal. Doa alam masal ikut di masjid dengan sedekah 20.000, kirim doa arwah sekeluarga 25 arwah atau almarhum almarhumah. Itu kalau dibagi satu arwah 1.000 nggak cukup. Ya bu, kirim doa arwah keluarganya yang dikirimkan ada 25 arwah, sedekahnya di masjid cuma 20.000 dibagi 1.000 nggak cukup. Nombok Pak ya. Masya Allah. Nah inilah ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khol yang diajarkan oleh Kiai Masruri ini selain tujuan beliau adalah takziman lil asatidz, takriman lil asatidz, juga memberikan contoh kepada kita Bapak Ibu agar ini bisa kita laksanakan untuk orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, bahkan juga terhadap guru-guru kita. Jadi kadang-kadangnya tanpa kita sadari bahwa dulu ketika kita masih kecil, ya ngaji di masjid, khatam Quran sama seorang kiai, kadang lupa dengan kiainya. Sehingga ketika yasinan, ya malam Jumat, kemudian tahlilan, kemudian apa itu kadang kita tidak sertakan bahwa itu adalah guru ataupun kiai kita. Paham bu? Paham bu? Paham pak? Di antaranya memberikan contoh kepada kita, Kiai Masruri juga memberikan apa yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man ahabbal ulama faqad ahabbani, wa man ahabbani faqad ahabballah, wa man ahabballah fa ma'wahul jannah." Yang artinya yang barang siapa cinta kepada ulama, kata Rasulullah, maka sama halnya mereka cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, Rasulullah maksudnya, maka sama halnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa ma'wahul jannah, maka tidak ada pahala lain yang diberikan oleh Allah kepadanya melainkan surganya Allah Subhanahu. Allah Subhanahu. Ibu cinta kepada ulama apa cinta kepada suami? Ya, lebih banyak atau lebih besar cinta kepada ulama apa cinta kepada suami? Bu, ada suaminya di sini? Pantesan nggak berani jawab. Bapak-bapak sekarang lebih cinta ulama atau cinta terhadap istri? Oh, nggak percaya ya. Kata bapak lebih cinta kepada ulama katanya. Nanti saya tes nanti ya, saya tes. Yang mengatakan lebih cinta kepada ulama saya tes. Sekarang saya tanya kepada bapak. Bapak kerja dari pagi sampai sore kadang lembur sampai pagi lagi. 1 bulan mendapatkan gaji 4.200.000, bener ya, UMR ya? Ya, anggap aja 4.200.000. Itu berapa yang bapak berikan sama kiai? Lebih banyak diberikan sama kiai apa anak istri? Gak jadi ya pak. Kalau berikan kiai, sana kamu itu sama kiai aja, gak usah tidur sama aku kata istri. Saya bisa ngomong karena gak ada istri saya pak.
Ya kan? Istri saya nggak ada di sini, dia kalau ada saya di sini, saya nggak berani tanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kiai Masuri mengajarkan acara hal ini kayaknya yang paling kecil dia ya. Kalau nggak salah tahun yang lalu pandemi ada ya. Sangat besar ya, pakai panggung ya. Perintikan ya. Kayaknya biasanya besar-besar, luar biasa lah acaranya biasanya. Ini nggak tahu nih kenapa agak kecil sedikit ini. Tapi ini juga mengeluarkan biaya yang tujuannya daripada Kiai Masuri itu adalah mahabbah ataupun cinta kepada seorang kiai, apalagi kiai ini adalah gurunya yang tadi disampaikan bahwa sangat musalsal beliau sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mampu mewujudkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada seorang kiai, kalau bisa juga jangan ketika masih hidup saja. Bu, jangan ketika kiai itu masih hidup saja. Bila perlu, walaupun toh beliau sudah meninggal, maka kita ditanamkan untuk bisa mahabbah terhadap para kiai. Jadi kadang masih hidup saja, kadang lupa sama kiai. Contohnya begini, kalau pas lebaran. Pas lebaran, pertanyaan saya kepada ibu-ibu, biasanya yang paling tuh kunjungi di luar siapa? Ke tempat kiai atau ke tempat kawannya? Atau di pantai? Ketua. Ketua. Mertua kalau masih. Baik, orang tua dulu lah. Ayo, orang tua dulu ya Pak? Iya, Pak. Setelah orang tua kemana Pak? Ayo, saya lihat banyak kiai-kiai yang nganggur kalau pas lebaran itu. Sama itu ada GP Ansor, ada Banser, ya. Punya Rois kuliah di sini pun kalau lebaran nggak pernah dikunjungi. Lalu saya kiainya di NU Pak, kalau lebaran itu sepi rumah saya. Padahal saya punya anggota, ada Pagar Nusa, ada GP Ansor, ada Banser, ada Muslimat NU, ada Fatihah NU. Itu bawaan-bawaan saya semua, kiainya saya. Tapi saya menyediakan makanan modal 500.000 satu minggu nggak habis Pak. Karena apa? Karena nggak ada tamunya. Betul Bu. Kira-kira apa itu yang dinamakan